حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. بايرن ميونخ يحصل على لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه، بينما هاري كين يحصل على اللقب الثالث خلال 3 مواسم مع بايرن ميونخ. في إسبانيا ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدوارد كامافينجا حال بالبكاء لمدة طويلة بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد بايرن ميونخ. إدوارد كامافينجا لم يتوقف عن البكاء لفترة طويلة وانهار داخل غرفة ملابس ريال مدريد، إلى أن أتوا بعض اللاعبين وهدأوا اللاعب وقالوا له نحن معك. في السعودية سجل كريستيانو رونالدو في جميع المباريات بعد عودته من الإصابة خلال شهر أبريل، ووصل كريستيانو إلى الهدف 969. في إنجلترا صرح مايكل كاريك المدرب الشاب لمانشستر يونايتد: أحب التواجد هنا في قلعة الشياطين الحمر وأريد الاستمرار بتحقيق الألقاب. فاز على مانشستر سيتي وفاز على أرسنال وفاز أخيرا على تشيلسي. مايكل كاريك من المدربين الواعدين في كرة القدم. في فرنسا فاز ليون على حساب باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، وتألق الشاب إندريك لاعب ريال مدريد وسجل هدف في تلك المباراة. في مباريات الدوري الإنجليزي فاز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف. محمد صلاح سجل الهدف الأول وفان دايك سجل الهدف الثاني، يتقدم ليفربول في سلم الترتيب. وانتهت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في ملعب الاتحاد بفوز مانشستر سيتي بهدفين عن طريق ريان شرقي وإيرلينغ هالاند بهدفين مقابل هدف، ليصل مانشستر سيتي عند النقطة 67 فارق 3 نقاط عن الأرسنال المتصدر، لكن مانشستر سيتي عنده مباراة مؤجلة. وأخيرا صرح المدرب أرسنال أرتيتا: لا يزال هناك الكثير لنلعبه، لم ينتهي الأمر بالنسبة للقب الدوري الإنجليزي. 5 مباريات للأرسنال و6 مباريات لمانشستر سيتي. إذا عجبتكم فقرة الحصيلة لايك ومتابعة ومشاهدة ممتعة.